يا مساء الفل، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. انا عايزه بس اشكر كل بنوته قمر، بجد تعبت نفسها وكتبت لي كومنت وحطت لي لايك. ربنا يسعدكم يا رب زي ما انتم اسعدتوني. صحيت بقى كده وفتحت الشبابيك وهويت الشقه وقلت بقى ان انا افطر. انا ما كانش ليا خالص نفسي ان انا افطر، فقلت اروق على نفسي كده واظبط مودي بكوبايه قهوه. بس القهوه كان ليها رأي تاني. مين زي كده ساعات بيصحى من النوم بيبقى فاقد الشغف، فاقد اللي هو يقوم يعمل اي حاجة، يعني ملهوش طاقة خالص اللي هو يقوم من مكانه ويعمل اي حاجة. يعني انا النهاردة صاحية ما عنديش طاقة وما عنديش باور، ما عنديش، فاقدة الشغف خالص بجد. حتى صوتي اهو هيروح مني. يا جماعة حد يلحق صوتي عشان بجد مش عارفة في ايه. انا من امبارح صوتي مخشلق كده ومش عارفة اسجل لكم فويس نوت، فلو حد لقى صوتي يبعتهولي. المهم قلت بقى ان انا اروق على نفسي كده باحلى فنجان قهوة. بس بجد القهوة حتى مش عارفة في ايه. بصوا انا معرفش ايه اللي حصل، هتقولولي ايه اللي حصل ووقعتها كده يعني بجد مش عارفة. معرفش بقى سرحت، دماغي كانت فين مش عارفة بجد، والوش ضاع والقهوة كانت استغفر الله العظيم بجد. يعني شربت منها شوية كده صغيرين بس ما قدرتش، كانت طعمها مش لطيف خالص. وانا مش عارفة بجد، أنا لما بعملها لما حد يطلب مني قهوة بعملها له بيرفكت وبتبقى حلوة، بيقعد يقولي القهوة جميلة ومعرفش بقى هو بينافقني ولا ايه يعني. بس لما اجي اعمل بقى قهوة ليا الوش يبوظ، تطلع طعمها مش حلو، تطلع خفيفة، تطلع تقيلة، تطلع مسكرة. عمري ما عملت قهوة لنفسي وطلعت مظبوطة. المهم عالجت الموقف وعادي وكأن مفيش اي حاجة حصلت، وحطيت بسكوتاية كده بالعجوة وكأن مفيش اي حاجة حصلت، بس القهوة استغفر الله العظيم. المهم قلت بقى ان انا اخد بعض كده وانزل اجيب شوية طلبات يمكن افك ولا اغير من مودي، مع ان انا مش رايحة في حتة، ده انا طلعت على اول الشارع. المهم كده رحت السوبر ماركت جبتلي كده شوية طلبات وحاجات كده صغيرة وعديتها على الفرارجي لان ما كانش عندنا فراخ خالص. فقلت بقى ان انا ايه اطلع كده بقى ايه واروق على دماغي، مع اني مفيش حاجة روقت على دماغي والله، ده بالعكس. يعني القهوة لما باظت زودت عكننتي، بس يلا الحمد لله. جبت بقى الفراخ ونغسلها بقى مع بعض ونشوف هنتبلها ولا هنعمل ايه. اما نشوف بس الفيديو ده هيرسى على ايه. انا حاسه ان انا همسحه في الاخر بصراحه يعني. المهم جبت كده، كان الفرارجي عامل عرض، هو كل فترة كده بيعمل عروض بصراحة. فبلاقيها كويسة، فجبت عرض بانيه. جبت 3 كيلو بانيه، بس خليت كيلو منهم يعملهم لي ستريبس. انا كنت اول مرة اجربه هو يعمل لي ستريبس، بس طلع لحد ما يعني تقطيعه كويس، بس هو مش احسن حاجة، بس لحد ما يعني شغال، انتوا فاهمين. المهم انا عايزه ارغي معاكم النهارده كتير قوي، وحاسه ان انا جوايا كده طاقه رغي كده عايزه اطلعها لكم. فالنهارده الفيديو هيبقى فيه صداع شويه وشويه رغي كتور. ببساطه كده، هو انتم عارفين يعني ايه احنا ستات؟ عارفين يعني ايه احنا الحمد لله ان احنا مخلوقين ستات مش رجاله؟ الستات دايما سبحان الله ربنا مديها القدره رهيبه على تحمل حاجات كتيره قوي، على خلق. انا ما بحبش كلمة خلق دي، بس على صنع. مثلا اجواء حلوة. الست لو بتضحك ووشها بيضحك البيت بيكون حلو كده، وتحس ان في بهجة كده في البيت، وجوزها كمان بيبقى مبسوط وبيبقى فرحان، واهلها كمان بيكونوا فرحانين، وعيالها كمان بيبقوا مبسوط، بتحسوا كده ان البيت مليان بهجة وسعادة، بتبقى الحياة كلها منورة. عندنا القدرة الرهيبة ان احنا نعمل كل حاجة في حياتنا. ايوه قوليلي كده اي ست في الدنيا حبت تعمل حاجة وحطتها في دماغها مثلا وبعد الشر ما عملتهاش؟ بالذات الستات
في اي حاجة بيحطوها في دماغهم لازم يعملوها. ازاي وليه؟ احنا كمان ربنا خالقهم عندهم طاقة واصرار وعزيمة من جواهم قوية جدا. دايما بحس ان الستات المفروض تبقى سند لبعض وفي ظهر بعض. بستغرب جدا لما بلاقي ستات غير من ستات تانية او بلاقي حقد وغل كده وبلاقي الناس بتتعامل مع بعض وحش. دايما الستات بتبقى ما بينها وبين بعضيها غل كده وحقد ونفسنا ومثلا تقعدي تتكلمي على فلانة وتتكلمي على فلانة. انا ما بحسش بصراحة دوت في الرجالة. يعني انا عمري لان كنت بشتغل في مدرسة وكده فالمجال كان كبير وواسع، فكنت بشتغل مع الستات ومع الرجالة يعني المدرسين. فما كنتش بحس ان الرجالة مثلا يتكلم على زميله مثلا بالوحش، بل بالعكس ده كان بيشكر في زميله وبيقول ان مثلا فلان لا ده كويس والله وابن حلال وبيشرح كويس كده. اما مثلا بقى الستات تقولك لا شفتي فلانة عملت ايه، طب شفتي فلانة لابسة ايه، طب شفتي فلانة حصل معاها ايه، فتحس ان في نفسنا كده وحقد. وازاي فلانة مثلا تترقى او تقبض مكافأة وانا لا، ازاي معرفش ايه. لكن الرجالة لا، بتبارك لبعضها. يعني انا ما حسيتش ان بيبقى في غل كده ما بين الرجالة، بس بحس ان في غل وحقد ما بين الستات، وده بصراحة مش عارفة ليه. والمفروض احنا كستات نبقى حنينين على بعض وظهرنا في ظهر بعض ونكون سند لبعض، لان احنا بنبقى حاسين ببعض وحاسين بتعب ووجع بعض، لاننا بنبقى عارفين احنا قد ايه الست بتبقى تعبانة وشقيانة في البيت مع ولادها سواء بتشتغل. فالمفروض نبقى حنينين على بعض. جربوا ان انتوا تحبوا بعض وتخافوا على بعض. احنا لازم بجد نرجع صفاتنا الحلوة. يعني دايما بتلاقي الناس بتقول ليه ايام زمان افضل من دلوقتي. انا عارفة ان الدنيا دلوقتي مختلفة عن ايام زمان، بس احنا لازم نرجع صفاتنا الحلوة، الصفات الكويسة اللي فينا، ونرجع الرحمة، نبقى رحيمين، ناخد بالنا من بعض. مش لازم كل حاجة نفكر في نفسنا، مش لازم كل حاجة اقول انا بس، انا يلا نفسي وما افكرش في اللي حواليا. وكمان ما تستناش لو انت مثلا زعلان من حد او في حد مزعلك، ما تستناش اللي هو يجي يصالحك. ابدأ انت الاول وروح صالحه. على فكرة هيتحرج منك وهيتكسف منك ويقول ايه ده، يعني انا غلطان وكمان هو يجي يصالحني؟ غير كده انت هتبقى عند ربنا حاجة كبيرة قوي وهتاخد حسنات. بس لو هو فعلا يستاهل ويفارق في حياتك ابدأ بنفسك. وانا بشوف ان احنا كستات لازم نكون داعمين لبعض. ليه يا بوسي بتقولي الكلام ده؟ وليه؟ علشان انا بجد ساعات بلاقي في كومنتات عند ناس، بلاقي كومنتات سيئة جدا، ما بقاش فاهمة عقلية اللي بيكتبوا ده ايه، بيكتبوا كده ازاي، او هم مخلوقين ازاي، او تفكيرهم ازاي اللي انتوا تكتبوا كومنتات سيئة كده، او هم عاملين ايه في نفسهم. فما بقاش فاهمة، بس بحسن الظن بقول هما مثلا يمكن ما تعلموش ان هما يبقوا رحيمين ببعض شوية، ما تعلموش مثلا يبقى في حنية شوية في التعامل مع بعض، وان احنا نقدر ان احنا مختلفين، كل واحد مختلف عن التاني. بس فمش عارفة ان انتوا فاهميني ولا لأ. بس انا مادام شايفة ان في حد بيسمعني، فانا ممكن اقول لكم الكلام ده يمكن يفرق معاكم ولو 1% زي ما هو بيفرق معايا. فاحنا مادام موجودين في حياة بعض، يعني انا ما بيني وبينكم هي شاشة موبايل بس، مادام احنا في حياة بعض لازم نفيد بعض ونستفاد من بعض. ولازم لو حد عنده اي معلومة او اي افادة ولو حاجة صغيرة جدا لازم نقولها لنفسنا ولبعضنا. بس اتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوا وجهة نظري وفهمتوا كلامي. وانا فعلا في كلامي دوت ما اقصدش حد معين وما اقصدش حاجة معينة، بس انا في حاجة كنت حابة ان انا اتكلم معاكم فيها واتكلمت. نرجع بقى للفيديو بتاعنا. طبعا انتوا شايفين البوتاجاز كان عامل ازاي، بس دوت ما كانش مني، انا عملت القهوة وما فارتش، بس دوت كان جوزي عمل القهوة الصبح وفارت. فقلت بقى ان انا هغسل البوتاجاز كان نضيف، بس هو بس العين بتاعة القهوة هي بس اللي كانت بايظة. بس كده هكمل بقى الغدا. حطيت بقى الطاسة على النار وقلت اللي هي تسخن، هي كانت مبلولة لان كنت لسه غسلاها، فنشفتها كده بالمنديل وسبتها على النار لحد ما تسخن.
على ما اتبل البانيه اللي انا هشوحه. قلت بقى بالمرة مادام البانيه كده لسه جايباه ولسه مدخلتوش الفريزر، اعمل كده كام قطعة نتغدى بيهم. جبت البولة وحطيت فيها شوية ملح وتوم باودر وبصل باودر وكمون وبهارات وفلفل اسود، وحطيت روزماري وشوية بابريكا علشان تديها كده لون حمار ونكهة حلوة. وابتديت بقى ان انا امشي الفرشة عليهم بالشكل ده. انا اول مرة اتبل البانيه كده. وقت ما بعمله انا كنت بتبله من بدري وبسيبه في التلاجة يوم ليلة كاملة علشان ياكل في البهارات والملح بتاعه ويتبل ويبقى طعمه حلو، وتاني يوم احطه في الفريزر بيبقى طعمه خطير بجد. هبتدي بقى ان انا اشوح البانيه كده. انا كان بقالي كتير جدا ما عملتش البانيه مقلي، وحاسه اللي هو وحشني، بس لا كده اصح وطعمه حلو. فحبيت ان انا اشوحه بشويه زيت صغيرين. الروزماري بجد بعد ما بيتحمر كده بيبقى طعمه حلو قوي على البانيه، بيديله كده نكهه حلوه. وجربي بجد الروزماري على الاكل، بيديله بجد تست حلو قوي. انا عايزه اعرف بقى انتوا النهارده اتغديتوا ايه؟ ياريت تكتبولي في الكومنت انتوا اتغديتوا ايه النهارده علشان نغش من بعضينا. ولو عجبك الفيديو لحد دلوقتي ياريت تكتبولي كومنت حلو منك يشجعني ان انا انزل فيديوهات اكتر، ومتنسيش اللايك والاشتراك بتاعك الجميل اللي هو بيفرحني وبيديني حافز ان انا اصور وانزل فيديوهات. حبيت بقى النهارده اللي انا اغير وما اعملش جنبيه مكرونه ولا رز ولا اي حاجه. حبيت اللي احنا كده ناكل اكل سريع، وقلنا ناكله بالعيش الفينو او عيش بلدي اللي انت عايزاه. حمرت جنبيه بطاطس وحطيت طبق خضار فيه خيار وفلفل وكابوتشا. بجد الاكله دي كانت حلوه وكانت سهله جدا، ما خدتش طبعا وقت مادام ما كل حاجه عندك جاهزه ومتوفره في البيت. حمرت بقى شويه بطاطس، انما ايه بجد كانت مقرمشه وسخنه كده وجميله. وحطيت برضو توابل البطاطس. توابل البطاطس اللي انا بجيبها دي بجد طعمها حلو قوي، تحس ان انتي كأنك جايباها من بره، لان هما بره بيحطوا عليها توابل كده غريبة. دي طعمها بالظبط زي بره بالظبط ويمكن احسن كمان. رشيت عليها بقى التوابل بالشكل ده. طبعا ما حطيتش ولا ملح ولا فلفل، استكفيت بس بالبهارات بتاعة البطاطس. وده الاكل بتاعنا النهارده. ده طبق الخضار عليه خيار وفلفل وكابوتشا. بجد الاكل كان طعمه حلو قوي. وحطيت بقى الصوصات للي عايز يحط اي صوصات هم عايزينها. وبس كده. انا عايزه بس تقولولي انتوا كلتوا ايه النهارده علشان نغش من بعض. غسلت طبعا بقى البوتاجاز بعد الاكل، انتوا عارفين طرطشت الزيت والبانيه وكده، فحبيت ان انا انضف البوتاجاز كده مع نفسي. وكمان كان عندي كمبوت اناناس، قطعت كده كل واحد طبق. وبس كده.